يا جماعة أرجوكوا بطلوا تقعدوا تقولوا لولادكم لما يطلبوا منكم حاجة ها ازاي نطلب، اتكلم بطريقة كويسة. بكده أنا بربي ولادي إن هم يعتمدوا على إن لازم أقول لهم الجملة دي عشان يفتكروا دايما يطلبوا كويس. فتعالوا نشيل الخطوة دي خالص وهقول لكم تفهموهم ازاي. المرة الجاية لما ابنك أو بنتك يزعقوا ويتكلموا بطريقة مش كويسة وهم بيطلبوا حاجة هتعملي ايه؟ مثلا ابنك جايلك وعايز شيبسي أو عايز حاجة حلوة، فجاي يقولك بالطريقه اللي مش عاجباكي، فبدل ما تقولي له ها نطلب ازاي، قولي له على طول الجمله اللي انت عايزه تسمعيها. فتقومي قايله له مثلا ماما ممكن من فضلك عايز شيبسي، بنفس النبره اللي انت عايزاه يتكلم بيها. حتى لو فضل يزعق ومش سامعك ولسه مش مستوعب وفاهم، برضه افضلي كرريها لحد ما يبدأ يفهم. استني شوية وعيدي جملة تاني علشان يبدأ يستوعب اللي انت عايزاه والمطلوب منه. واول ما يقولها لك بالطريقة المظبوطة، ماما من فضلك انا عايز شيبسي، قولي له طبعا يا حبيبي تعالى يلا علشان اجيب لك. مع الوقت كده هيفهم ويبطل الزعيق والخناق كل ما يبقى عايز يطلب حاجة، ويتعلم يطلب اللي هو عايزه بأدب وبالراحة من غير ما يعلي صوته.